ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. بتستخدم اقلام؟ اه. طيب ممكن اوصلك معلومه على الاقلام؟ لا شكرا، الله يسلمك. كده كده معلومه مجانيه مش لازم نشتري. تحب تسمع؟ 43 ثانيه مش هطول عليك. اتفضل. ميرسي جدا ليك، اتفضل. اتفضل. ده قلم جل بمثابه 3 اقلام جاف لانه ما بيطفحش، الملمس بتاعه ناعم من الخارج شموع عشان ما يعرقش ايدك، السن بتاعه 0.1 عشان يكون سلس معاك في الكتابه وما يقطعش الورق، غير كده في من داخل القلم جل، والجل ده بيمنع القلم انه يسرب او يسيل، يعني لو حطيته في جيبك او في شنطتك مش هيضرب منك. الانبوبه بتاعته 12 مللي ممكن تغيرها من المكتبه بعد ما بيخلص، يعني مش بترمي القلم عشان الماتيريال. القلم ده بينزل بره في المكتبه حد ادنى ليه 40 جنيه، يبقى الاثنين بكام؟ 80. الاوفر بتاعي بقى منزلهم لك ب 100، ال 20 جنيه الزياده اللي انا خدتها من حضرتك بتاخد الثلاث هدايا، وعشان يكون عرض وفيل ليك فبتاخد الرابع هدايا، وده بيكون رصاص ما بيخلصش لما لا نهايه وفيه استيكه جوه القلم، عشان يكون له عرض مميز ليك فبتاخد الخامس وده بيكون سحري، ممكن تكتب بيه زي كده حلو. وتمسح الكتابه تاني عن طريق الاستيكه بتاعت القلم اللي هي في الاخر، يا اما عن طريق والله زي كده. ولو عايز ترجع ايه ده؟ الكتابه ايه دي ده؟ تاني ايه ده؟ لو عايز ترجع الكتابه دي تاني ترجع. هديه اخيره على العرض بقى، تاخد نوت بوك. عايز تعرف الكتابه بترجع ازاي؟ يا ريت. لما تشتري لما اشتري. هقول لك انت بعد ما حنستني. خالص والله جاست ماركتنج. العرض ده بكام؟ كده الباكج 5 اقلام والنوت بوك بنفس السعر ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ مظبوط. مين احسن ماركتنج في مصر؟ انت. بس كده ليك، شكرا والله.